أصدقائي المستمعين، زي ما كان رامي والسنباطي وأم كلثوم ثلاثي جميل، كان في بعض الأحيان بيتغير ضلع من هذا المثلث ونقول إيه، يجي مكانه ضلع تاني ليس أقل جمالا، يمكن مغاير كطريقة تفكير، لكنه بالتأكيد يندرج تحت لفظة جميل أو تحت كلمة جميل. بيتغير ضلع الملحن وبيجي ملحن آخر ما يقلش جمالا إطلاقا عن أستاذنا رياض السنباطي. بيجي مين؟ عمنا محمد الأصابجي. الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي غنوة ما بينه وما بين رامي وما بين أم كلثوم زي ما قلنا، غنوة في فيلم أو غنيت في فيلم عايدة، اسمها عطف حبيبي وهناني. ما هياش من أعقد ما عمل الأصابجي، لكنها من أزهى، من أبسط وأزهى ما عمل محمد الأصابجي. لو بصينا للكلمات، كلمات رامي هنا، ايه المطلوب؟ المطلوب طبعا هم في مدرسة، يمكن زي ما الكثيرين مننا شافوا الفيلم، يعني هم في المدرسة وبيغنوا للطالبات، يعني صحيح أصواتهم كبيرة شوية على مدرسة ثانوي، إنما ماشي، يعني هو ده المطلوب. وبالتالي فرامي مش مطلوب منه أكتر من إنه يتقمص هذا الموقف علشان يعمل الشيء البسيط جدا اللي هو عمله ده، اللي هو يا فرحتي لما صفالي عطف حبيبي وهناني. حاجة بسيطة جدا، وداخل الكلام مش هنلاقي نقول ايه، بروز رامي التقليدي، تفوقه الجامد، لانه مش مطلوب هنا بيعمل طقطقة مطلوب انها تبقى شديدة البساطة. الحقيقة البطل هنا في الأغنية دي طبعا الملحن وأم كلثوم. ويمكن اقول رامي من ناحيه انه كان بسيطا جدا، ما تعبش دماغه في مساله، مش عايز اقول ما تستاهلش التعب، لكن اقصد اداها قدرها، اداها حقها يعني. الأصابجي عامل اللحن من مقام النهاوند، وهو مقام من المقامات العاطفية جدا. مقام النهاوند ده غريب جدا لأنه تفريعاته كتير وصالح لأشياء كتير جدا، يعني مطرح ما تطلبوه تلاقوه. زي ما احنا عارفين انه اصلا بيقولوا عليه الغربيين المينير، وهو احد المقامين الامهات، يعني الماجير والمينير بتفريعاته بقى المختلفة يعني. فاذا من مقام النهاوند عامل الأصابجي فورمايا، هو واخد باله انه عاوز يعمل فورم من اول المسألة. ندلل على كده، هتلاقوا في كل كوبليه، احنا عندنا الغنوة هنا بتتكون من مذهب او يعني مدخل او مطلع وثلاثة كوبليه. كل الاغاني او نسبة كبيرة من الاغاني ترجع بعد ما تخلص الكوبليه بنرجع للمذهب. هنا الرجوع من بدري شوية، عامل جملة في وسط الكوبليه حاططها في الثلاث كوبليهات، بيرجع منها، فالرجوع من بدري شويه اللي هي تا 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 تيرا را را تي تا تا تاري تا تيرا تا را 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 را، وعطف، يعني اذا بيرجع قبل عطف بشويه. عامل جمله مكرره اللي هي عطف حبيبي عطف حبيبي عطف حبيبي وهناني. دي طبعا لعبه الأصابجي من العابه المفضله. ال 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 الكوبليهات ما هياش من نفس المقام، طبعا لازم يمارس هوايته في التنقل العنقودي بين الكوبليهات، يعني عامل لنا شوية مقامات. يعني انا كنت حيرانة في حبه، ده الكوبليه الاولاني عامله من مقام البياتي. الكوبليه التاني اللي هو اقضي طول الليل نجيه عامله من مقام الحجاز. الكوبليه التالت اللي هو قال لي الوجود يحلى معاكي راجع تاني للنهاوند. هتلاحظوا برضو او هنلاحظ برضو انه في كل كوبليه بيقول الحته، يغير المقام، مثلا يروح البياتي او الحجاز او الحجاز، معلش عشان الاساتذه اللي بيزعلوا، البياتي او الحجاز، ويرجع تاني برضو للبياتي، صحيح بجمله مختلفه، ولكن المهم انها من تفكيره اللي هو انه عاوز يعمل فورم يعني. لاحظوا معايا ايه، هتلاقوا حاجه بتقول بلوم 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 مع الريتم كده كل شويه. مين البلوم بلوم دول؟
دول الشلوهات اللي بيعزفوا بيتزيكاتو بالصباع، بيعزفوا مش بالقوس، بيعزفوا بالصباع، فبيضيفوا جمال للريتم. لاحظوا معايا كمان سيطرة واقتدار عازف الرق ابراهيم عفيفي، راجل فاتن جدا في طريقه عزفه يا جماعه. بيغني مع المطرب، بيحفظ الغنوه ويغني، ويعرف يحط التكوك امتى والدموم امتى والشخاليل امتى. ويمكن تيجي ظروف في اغاني نتكلم فيها يكون باين ابراهيم عفيفي اكتر. هنا هتلاحظوه قوي في التسليم اللي بيقول فيه الاصابجي لام كلثوم اتفضلي يا ست غني. هنا تارارام تاراتام تم تم، هتلاقوا ابراهيم عفيفي بقى مديها جامد يعني. عزف جميل جدا وفاتن حقيقة في طريقة تنفيذه. عن ام كلثوم: سيداتي وسادتي حدثوا ولا حرج، فانا من عشاقها ومن الناس اللي لما بيجوا يتكلموا عنها بيفقدوا موضوعيتهم وطريقة تفكيرهم العلمي المرتب. حقيقي ادي غنوة قصيرة وبسيطة وصغيرة، لكن فيها كل ما يمكن ان يفعله بشر في غناء شرقي، في غناء عربي. كل حاجة، صوت مبتهج مشرق، تحركاته واعية جدا، فايق جدا، فاهم، واسع، واعي، قولوا كل اللي يعجبكم. فدي ام كلثوم في نهاية الامر ظاهرة لا يجود بها الزمان كثيرا. اصدقائي المستمعين، مع عطف حبيبي رامي الأصابجي